كنت دايما كنقول لراسي بخير حتى فاش ما بقيتش كنضحك. انا ساره دابا عندي 23، ولكن هاد القصه بدات من كان عندي 18، وكانت بدات في نهار باين فيه كل شيء عادي، ولكن في حقيقته ما كانش. كنت كنعيش مع ماما وخالي ساكن معانا منين بابا مشى يخدم في اسبانيا. خالي كان باين عليه زوين، كيساعد كيضحك، كيعطي لينا فلوس باش نشريو حوايج، وما عمر حد شك فيه. حتى انا في الاول ما كنتش كنشوف فيه شي حاجه خايبه. سلمى صاحبتي كانت كتجي عندي بزاف للدار، كنقراو نسمعوا الموسيقى وكنهضروا على الحب بحال اي مراهقات. ولكن شي نهار وانا بوحدي في الصاله، خالي دخل وقال لي ساره كبرتي ما شاء الله، وليتي بنت زوينه. ضحكت في الاول، ولكن من بعد قرب بزاف وبدا كيلمس شعري. كان الموقف غريب، ولكن حاولت نكون مؤدبه، نضحك ونهرب للصاله الثانيه. من داك النهار كل مرة كنكون بوحدي كيحاول يقرب ليا، بدا بالحضن، من بعد طبطبة، ومن بعد وليت كنحس بيديه كيدوزو الحدود. كنجمد جسدي كيدير لا، ولكن لساني ساكت، وفاش كنهرب كيبدا يقول ما تكونيش بحال البنات اللي كيكبروا ويوليو وقحات. وكنت كنبقى حايرة، واش انا اللي غلطانة؟ واش بصح كندير شي حاجة كتخليه يدير هادشي؟ حيت كان دايما كيخليني نحس بالذنب، وكأن انا السبب في كل شيء. سلمى بدات كتلاحظ التبديل، ما بقيتش كنضحك، ما بقيتش كنلبس بحال قبل، وليت كنخاف نكون بوحدي في الدار. مرة سولتني سارة واش كل شيء بخير؟ جاوبتها غير شوية الضغط في الدار. ما قدرتش نحكي، ما قدرتش نثيق حتى في صاحبتي. ولكن واحد النهار في حصة في الثانوية جات واحد الجمعية كدير توعية على التحرش والعنف الجنسي. واحدة من البنات في الجمعية قالت الاعتداء الجنسي ماشي ديما كيجي من غريب، احيانا كيجي من شخص كتعيش معاه، من شخص كتقول عليه عائلة. وانا حسيت كأنها كتهضر عليا. الدمعة هبطت بلا ما نحس، وقلبي بدا كيدق بحال قبلة الحرب. حسيت بحال إلا شي واحد شافني، عرفني، وفهم شنو ساكت عليه. في ديك الليلة مشيت لاكناش ديالي وكتبت أنا ماشي السبب، هو المريض، وأنا عندي الحق نحمي راسي. ولكن كيف؟ وكيفاش نقدر نهرب من شي حد كيعيش معايا وتيقولوا عليه خالي العزيز؟ ومن تما قررت ما نبقاش ساكتة. ولكن القرار بوحدو ما كافيش، خاص الجرأة، خاص ثقة، وخاص شي حد يسمع بلا ما يشك.